المباراة الأولى والتي تجمع بين دامين بريست وفين بالور. من المتوقع إخوان الكرام أن تنتهي هذه المباراة بفوز فين بالور في حالة واحدة فقط، وهو تدخل الجادجمنت داي في هذه المباراة وفوز دامين بريست إذا كانت المباراة بينهم نظيفة. يأتي بصراحة أن تنتهي المباراة بفوز دامين بريست حتى تستمر عداوة الجادجمنت داي فيما بينهم، ونشوف حاجة عظمة في الأيام القادمة. أيضا قد يتدخل إيليا دراغونوف في هذه المباراة لمساعدة دامين بريست على الفوز، ويقوم بمهاجمة كارليتو وجي دي ماكدونالد. بالنسبة لمباراة ليف مورغان وريا ريبلي، فنتمنى بصراحة أن تنتهي المباراة بفوز ريا ريبلي، لكن أنا أرجح أن ليف مورغان قد تستمر باللقب، ومن الممكن أن تقوم بتثبيت ريا ريبلي بطريقة ما، إما بالعد السريع أو بطرق أخرى، أو تحاول أن تخرج دومينيك من القفص لكي يساعدها. فتوقعي لهذه المباراة هو فوز ليف مورغان واستمرارها باللقب، ولكن إذا فازت ريا ريبلي فهذا أفضل بالنسبة لي. المباراة الثانية وهي المباراة الدموية والتي تجمع بين سي ام بانك ودرو ماكنتاير. بصراحة يا جماعة هذه المباراة ستكون هي الأقوى في هذا العرض، وسنشاهد حاجة عظمة بيقدموها الاثنين، فتوقعي يذهب لصالح سي ام بانك. أنا أعتقد أن هذه المباراة هي آخر مباراة تجمع بينهم الاثنين، وهناك أخبار تقول أن اي جي لي قد تساعد سي ام بانك في هذه المباراة، ولكن أنا أرى أن هذه المباراة ستكون نظيفة ولن يحدث بها أي تدخلات. المباراة الثالثة وهي مباراة المين إيفنت والتي تجمع بين سولو سيكاوا وجيكوب فاتو ضد رومان رينز وكودي رودز. بصراحة يا جماعة هذه المباراة محيرة بعض الشيء بسبب التفوق العددي لصالح البلود لاين، وأيضا أرى أنه من الصعب خسارة رومان رينز وكودي رودز في هذه المباراة. وهناك عدة احتمالات وتوقعات لهذه المباراة، ولكن نكتفي بتوقعين فقط. التوقع الأول وهو أن تنتهي المباراة بفوز رومان رينز وكودي رودز بمساعدة جيمي أوسو، بمعنى أن جيمي أوسو قد يعود ويهاجم تاما تونغا وتونغا لواء. لكن يا جماعة لو عاد ذا روك فسيهاجم رومان رينز. لماذا؟ لأن عدو ذا روك هو كودي رودز ورومان رينز متحالف معه. التوقع الثاني وهو أن تنتهي المباراة بالإقصاء وعدم فوز كلا الطرفين. نكتفي بهذا القدر، وختاما نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، فإن أعجبكم فلا تنسوا الإعجاب به ووضع آرائكم وتوقعاتكم الجميلة في القسم الخاص بالتعليقات بشأن الفائزين في عرض باد بلاد. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.